السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بنات مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم مقروط الكوشة بالمانجارين، يجي ذوب ومبسس ما شاء الله كما راكم تشوفوا معايا في الصور. نبداو على بركة الله في المقادير. عندي البواط تاع المانجارين تاع 500 غرام. انا هنا استعملت لابيل. درت 3 سميد، ماشي رقيق بزاف وماشي الخشين، متوسط. ورشة قسمت 3 بايط معمرين، ودرت في كل كيلة رشة ملح، ومغرفة كبيرة تاع فارينة. ذوبت بطة المانجارين، خليتها بردت وفيضتها بالزيت كما راكم تشوفوا معايا. تقدروا تستعملوا ماني ولا لابيل، انا استعملت لابيل وجا ما شاء الله. والسميد ماشي كيما تاع المقروط تاع المقله، يجي خشين شويه. هذا تاع الكوشه يجي اقل منه، يجي يعني في الرقيق كيما تشوفوا معايا هنا. ودرت مغرفة صغيرة ملح في كل كيلة رشة. نعاود لكم المقادير. وبط المانجارين ذوبتها وفيضتها بالزيت، وهنا نبسوه مليح حوالي من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. يعني واللي تحب تخليه تبات تخليه تبسو في الليل وتخليه يبات والصباح تخدمه. انا بسستو جويه الوحده، ويعني خدمته في الليل، خليته يرتاح حوالي من 6 ل 7 سوايع حتى يشرب ليدام نتاعو مليح كيما راكم تشوفوا معايا. كاين الوصفه في القناه المره اللي فاتت درتها لكم بالسمن، وهذه الوصفه بالمانجارين يعني ويجي نفس النتيجه كما تشوفوا معايا. هنا نحكو ما بين الايدي مليح، لازم نبسوه مليح ونغطوه ونخلوه يعني يرتاح من 6 حتى ل7 سوايع. واللي تحب ديرو في الليل تخليه ديرو في الليل. هنا كيما راكم تشوفوا معايا نفس الكيلة تاع المانجارين عمرتها ما وما زهر، ونرشو بالشوي. نخدمو غير بالاصابع، ما نعجنوشو يعني ما نعجنوشو كيما الكسر. نخدم غير بالاصابع ونبقى نزيد بالشوي باش ما يغلبناش وما يطرأش. انا السميد هذا يعني ما شاء الله ما شربش بزاف، شرب بالمره الاولى، وكي خليته مادام خدمت الغرس نلقاه يعني جا مليح كيما تشوفوا معايا. هنا نبقى نرش بالشويه ونلم بالاصابع. داري الكيلة هذيك نفسها معمرة، وانتم كل واحدة على حساب يعني السميد اللي دارت بيه. راكم تشوفوا معايا هنا مازلت نلم فيه. وكي نلمو نقسمو 3 كرات ولا 4 كرات ونغطيه بكيس، ومادام ندير الغرس ما تشوفوا معايا. هنا الماء نزيدو بالشويه برك، ما نزيدوش دفعه واحده باش ما يطرش لينا ويغلبنا. الا شفناه خاص نزيدو، الا شفناه قيس ما نزيدوش. هنا هي الكيلة اللي درت، هاني وريتها لكم نفسها اللي درت بيها 3 سميد ووحده مانغارين ذايبه، زدت درت بيها كيلة ماء. هنا قسمتهم 3 كرات ونخلوهم. بعد ما حليت درت 3 كرات نتاعي، نخليهم نغطيهم ونخليهم ونروح نوجد الغرس. هنا عندي غرس منقي حوالي من 600 ل 700 غرام. يعني اللي تحبوا محشي بزاف تقدر تستعمل حتى كيلو. مفور ومرحي، درت له مغرفه صغيره قرنفل مرحي، ومغرفه صغيره قرفه، ومغرفه زبده، ومغرفه جلجلان اختياري، وعجنته مليح بشويه ما زهر. من بعد شكلته حرابش وكما راكم تشوفوا معايا هنا قسمته على 3 على قيس العجين. كيما حليت العجينه درته من الداخل ونقفلو مليح. وهنا كما تشوفوا معايا نحل في الحرابش نتاعي، ندي بالحربوش نخدمو مليح ونضغط عليه باش ما يتشققش. هنا استعاودت الثانية، يعني نديروهم في 3 ونخلوهم، ولا تستعملوا بالواحد. الطريقة اللي تساعدكم تقدروا تستعملوها. هنا نضغط عليه بالاصابع باش الغرس يلصق مليح في العجين، ونحكمو نقسمو الحربوش تاعنا خاطرش خشين بزاف، نقسموها على 3 ولا على 4. هنا ندخل الغرس من الاطراف باش ما يبانش كما تشوفوا معايا، ونضغط على العجين ونحاول نديرو حربوش. يعني انا هذه السميد اللي خدمت به ما شاء الله يعني ما يتشققش ويشرب بالماء جا ما شاء الله كما تشوفوا معايا. هنا تقدروا تستعملوا الطابع ولا النقاش.
يعني اللي تحب ما تعبش روحها تستعمل الطابع، يعني في دقائق ما كانش نصف ساعة توجدوا. هنا كان عندنا هذا الطابع اللي استعملته كما راكم تشوفوا معايا، يعني نرشم المقروط بالطابع، ومن بعد نطبع الاطراف بالمول باش ما يبقاش خارج، وتقصوا يعني بالموس ولا بالاداة هذه كل وحده واش باش تحب تقص. هنا كي نحطه في البلان نزيد نطبعه باش الحبات يلصقوا في بعضهم، باش الغرس تاعنا ما يتحرقش كي يطيب. هنا زدت رحت ندير الشكل الثاني، درت بلا يعني بالطابع، والبلا الاخر بالنقاش، ويعطيكم كمية لاباس بها، يعني بكيلو ورطل سميد ورطل مانغارين عطالي اكثر من 100 حبة كما تشوفوا معايا هنا. والغرس يبقى اختياري، اللي تحبوا معمر غرس يديلها حتى كيلو، اللي تحبوا ناقص شوية يديلها من 600 ل 700 غرام. هنا كما تشوفوا درت النوع هذا تاع النقاش، يعني باش نقسموا بالحبة ونبقوا ننقشوا. نقشت الحربوش مرة واحدة وقطعته حبات كما تشوفوا معايا. انا هنا خليته باتله من غدوه باش طيبته، نتوما تقدروا تخلوه يرتاح ساعه ولا 2 سوايع وطيبوه على نار تكون متوسطه. نسخنوا الكوشه مليح ومن بعد تدخلوه يطيب. وحتى كما راكم تشوفوا معايا بعد ما طاب، اللي تحب تعسلو يعني مباشرة انه هو سخون، اللي تحب تخليه. نتمنى تجربوه ودمتم في رعاية الله وحفظه.